السلام عليكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أسعد حال. يالّا نعمل الكبدة فطير. فطيرة الكبدة حد جرّبها قبل كده؟ حلوة أوي، أوي، ومكوناتها كلّها بسيطة وموجودة في البيت. معايا كوباية ونُص دقيق، 3 معالق زيت زيتون، رشة ملح، معلقة سكر، وخميرة وبيضة، وهنعجن على حسب ما الدقيق هياخد منّي. في دقيق بياخد منّي مَيّة كتير، وفي دقيق بياخد مَيّة قليلة. أنا بقى هنا هاعجن على حسب ما الدقيق هياخد. الدقيق ده النوع ده أنا كنت أول مرّة أجرّبه، بس كان يعني بيشد شوية، فكان محتاج إن هو ياخد منّي مَيّة أكتر، فأنا حاطة جنبي كوباية مَيّة دافية علشان لمّا تحتاج أزوّدها، تمام. أنا كان باقي عندي شوية كبدة اسكندراني كده، وهُم لو كانت قعدت ما كانوش هياكلوها، كانوا هيقولوا لي: "لأ مش عايزين ناكل كبدة بايتة." قُلت والله اللي أنا حاطاها لهم في فطيرة أهي تغذّيهم، وفي نفس الوقت ما ياخدوش بالهم إن هي إيه، قديمة أو إن هي بايتة، تمام. أنتم عارفين بقى الأطفال لمّا بيحبّكوها. أنا هنا هاقعد بقى أعجن فيها كده شوية لغاية لمّا أوصل للقوام اللي أنا عايزاه، وتبقى ما بتلزقش في إيدي، وتبقى إيه، حلوة كده ليّنة معايا كده زي ما بيقولوا، يعني حتّة ملبن كده. وبعدين أقوم عاملاها بزيت زيتون من فوق كده، مغلفاها بزيت زيتون من فوق، واسيبها حوالي ساعة تخمر، لإن إحنا في الشتا. بُصّوا ما شاء الله بقت عاملة إزاي، قطنية كده وحلوة وجميلة بسم الله ما شاء الله. أنا هاعملها كلّها مرّة واحدة، حابين أنتم تقسّموها وتعملوها فطاير صغيّرة ما فيش مشكلة. حتّة العجينة دي أنا اديتها لابني يلعب بيها عشان هو كان شطّان يعمل زيي. فأنا هنا هاعملها على فطيرة واحدة، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هافردها والسمك بتاعها ما تبقاش تخينة أوي، لإن هي لسه هتخمر تاني وهتعلى تاني في الفرن، فعشان ما نحسش إن إحنا بناكل عجين. طبعًا أنتم بقى شكّلوها التشكيل اللي أنتم تحبوه، بس أنا حبيت إن أنا أعملها كده زي الساندوتش، تتقطّع كده بتبقى أحلى كتير. حابين إن أنتم تعملوها مثلًا زي البيتزا كده وتحطّوا عليها الكبدة من فوق، وتحطّوا مثلًا عليها أي بقى إضافات تانية ما فيش مشكلة. هي العجينة دي ممكن يتعمل منها أشكال كتير، بس هي أصلًا بتتعمل كده زي الساندوتش، تمام. طبعًا ديّة ممكن تحشي بيها أي حشوة تاني، يعني عندِك شوية لحمة مفرومة اتبقوا منِّك عالصاج، لحمة معصّجة يعني، تمام، تتحشي سجق ما فيش مشكلة، فراخ اتبقِت منِّك أو فراخ بايتة ومش عارفة تودّيها فين، تقومي محمّراها كده بشوية بصلة وطماطماية وتقومي حاشياها بيها، مش هياخدوا بالهم منّها إن هي بايتة. أي حاجة بقى عندِك بايتة خبّيها جوّه العجينة دي، هيحبوها جدًا. إحنا هنا بقى سويناها، وطبعًا العجين اللي اتقطّع ده مش هيترمي، هيتحط جوّه وهيتفرد تاني معانا بالنشّابة، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعًا حابة مثلًا تحشيها جبن بس، عندِك جبن بس ممكن تحطّي جبن وشوية زيتون معاها، ما فيش أي مشكلة خالص. إيه الحشوة المناسبة عندِك واللي أنتِ شايفاها أحسن اعمليها. هي العجينة بسم الله ما شاء الله حلوة جدًا، جدًا، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. العجينة دي برضه يا جماعة ممكن نعمل منها قُرَص صغيّرة لو حابين يعني، بس هنا أنا زيت الزيتون ما شاء الله بيدّيها طراوة حلوة أوي، وبيدّيها طعم الزيتون كده، بتحسّي إن كإنها فيها زيتون، فبصراحة بتبقى جميلة جدًا. أنا بقى هاحط هنا الكبدة وهابدأ أقفلها، حابين بقى تحطّوا عليها من فوق اللي أنتم عايزين برضه ترشّوه عليه حبّة البركة، كمون، سمسم، حابين تسيبوها سادة، اللي أنتم شايفينه اعملوه، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. دي تنفع أوي للسحور. طبعًا إحنا ما شاء الله رمضان جاي لنا السنة دي في جو برد وفي شتا، فتقريبًا إحنا مش هنبطّل أكل في رمضان، وأنا متفائلة جدًا إن هو هيبقى شهر خير، وربنا هيوسّع رزق كل حد متضايق دلوقتي، وربنا هيجعل فيه البركة والله، وكل اللي شايل هَمّه دلوقتي إن شاء الله هييجي بالخير وهيعدّي، وبيوتنا كلّها فيها خير، واللي نِفْسه في حاجة يحققها بأمر الله، وربنا عند حُسن ظن العبد، وطول ما إحنا ظانين خير ربنا هيدّينا خير. بُصّوا ما شاء الله عاملة إزاي، أنا قفلتها زي ما إحنا شايفين كده، وهاحط عليها بقى شوية سمسم كده من فوق، وهادخّلها الفرن على درجة حرارة متوسطة، ما اعلّيش الفرن أوي عشان ما تنشفش منّي من برّه، وتبقى من جوّه لسه نيّة، درجة حرارة متوسطة، يعني تقريبًا درجة حرارة 170، 180
أو متوسطة لو انتي معندكيش الفرن بدرجات حرارة أو بشعلة بس. تمام. ده كان شكلها. هدخلها الفرن، هي بتاخد حوالي نص ساعة وبتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله، جميلة ومغذية وبتشبع، يعني القطع منها مع شوية بطاطس أو طبق سلطة أو حتى لو اتاكلت كده بتشبع قوي، حلوة قوي بجد. نقطعها بقى مع بعض عشان نشوف شكلها من جوه عامل ازاي. سكينة بقى حامية كده ونقطعها التقطيعة اللي احنا عايزينها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ما شاء الله هشة وعاملة ازاي من جوه، لا معجنة ولا أي حاجة. بسم الله ما شاء الله، تحفة. مع كوباية بيبسي بقى دي يا سلام، تبقى حاجة تانية خالص. حلوة قوي، جربوها وهتدعولي، والولاد هيحبوها جدا، وهنخبي فيها أي حاجة بايتة عندنا. وديت كان شكلها من قريب. بص رقيقة والحشوة باينة فيها وتحفة، ويا رب تجربوها وتعجبكم، وتسيبولي دعوة حلوة في الكومنتات. وكل سنة وانتم طيبين.